اهلا بيكم طلاب الثانويه العامه في كل مكان. النهارده معانا كلمات يونت 11 finding your culture، يعني ايجاد ثقافتك. نبدا مع بعض زي ما اتعودنا بالكي فوكابلري، الكلمات الاساسيه في اليونت، وبعد كده مع بعض نروح للجزء الثاني وهو باقي كلمات اليونت. واول كلمه مع بعض هي multicultural. multicultural معناها متعدد الثقافات. بعد كده multiculturalism. multiculturalism معناها التعددية الثقافية. التعددية الثقافية. بعد كده عندنا identify. identify فيرب بمعنى يحدد هوية. يحدد الهوية يعني يعرف انت مين. النوم بقى منها identity. identity الهوية. الهوية معناها who are you يعني انت مين. monolingual. monolingual يعني أحادي اللغة. يعني ايه أحادي اللغة؟ يعني بيتكلم لغة واحدة، لكن لو بتتكلم لغتين يعني بيتكلم عربي بيتكلم انجليزي كمان اسمه bilingual. اسمها bilingual بيتكلم لغتين. لكن بقى لو بيتكلم لغتين 3 4 واكتر اسمها ايه؟ اسمها multilingual. multilingual يعني بيتحدث اكتر من لغة. بعد كده عندنا كلمة اسمها dominant. dominant معناها مسيطر. صفة اسمها dominant. dominant معناها مسيطر. عندنا بعد كده كلمة ancestors. ancestors معناها الأجداد. بعد كده عندي كلمة embrace. embrace الفيرب embrace معناها يعتنق، يعني يعتنق فكرة أو يتبنى فكرة معينة. embrace يتبنى أو يعتنق. بعد كده عندنا well known. well known معناها معروف. بعد كده عندنا widely spoken. widely spoken صفة بمعنى يتم التحدث بها على نطاق واسع. يعني ايه؟ لو قلت لك English is a widely spoken language يعني الانجليزي ده لغة بيتم التحدث بها على نطاق واسع، يعني ناس كتير بتتكلمها. بعد كده عندنا كلمة proud. proud معناها فخور. النوم بقى منها pride. pride الفخر. عندي الصفة كمان clear cut. clear cut معناها واضح زي كلمة obvious كلمة clear. عندي بعد كده raise. الفيرب raise. فيرب raise ده ليه معاني كتير قوي، يا اما يزداد يا اما يربي. عندي بعد كده كلمة roots. roots معناها جذور لو بتكلم عن نباتات، لكن لو بتكلم على الانسان الروتس بتاعته يعني الاصل بتاعه، يعني هو جذوره او اصوله منين. بعد كده عندي كلمة deep seated. deep seated معناها مترسخ او متأصل. بعد كده عندي صفة well balanced. well balanced معناها متوازن. متوازن. وبكده يبقى خلصنا الجزء الاول الكي فوكاب من يونت 11، ويلا نروح مع بعض لباقي كلمات اليونت. ويلا بينا نروح مع بعض للimportant vocabulary الكلمات المهمة في يونت 11 بتاعنا، ونبدأ في أول كلمة مع بعض وهي كلمة immigrant. immigrant اللي معناها مهاجر، الشخص اللي بيهاجر برا بلده. بعد كده معانا كلمة precious. precious معناها ثمين أو قيم أو شيء ذو قيمة. عندنا بعد كده كلمة benefits. benefits معناها فوائد. عندي بقى الادجكتيف منها beneficial. beneficial معناها مفيد. بعد كده عندنا كلمة tips. tips اللي معناها نصايح. عندنا كمان brain functions. brain functions يعني وظائف المخ. عندنا limited. limited صفة بمعنى محدود. كمان معانا كلمة dialects. dialects معناها لهجات. يونت 11 بتاعنا بيتكلم على اللهجات زي اللهجة السيوية واللهجات البدوية وبعض اللهجات التانية، فكلمة dialects معناها لهجات. بعد كده معانا كلمة verb classify. classify معناها يصنف. عندنا endangered. endangered adjective بمعنى معرض للخطر. معرض للخطر. عندي verb convince. convince معناه يقنع، تقدر تقول بيساوي persuade.
persuade يقنع برضو. عندنا survive معناها ينجو أو يعيش، تقدر كمان تقول بتساوي live. عندنا كمان minorities معناها الأقليات. عندنا بعد كده كلمة linguistic دي adjective بمعنى لغوي. بعد كده sociolinguist معناها عالم لغة اجتماعي، عالم لغة متخصص في الاجتماع، في علم الاجتماع. عندنا كلمة isolated معناها معزول، زي isolated land أرض معزولة، أو isolated people أو isolated person شخص معزول يعني بعيد عن الناس. isolated هنا معزول بمعنى بعيد عن الناس يعني لوحده. بعد كده عندي كلمة inhabitants اللي بيساوي كلمة population معناها سكان. بس عاوز اقول لك في فرق بين inhabitant وكلمة population. فرق بينهم ان كلمة inhabitant تعتبر countable noun، يعني تقدر تعدها، نقدر نضيف لها اس في الاخر. لكن كلمة population كلمة uncountable noun، يعني ما بتتجمعش وما ينفعش اضيف لها اس في الاخر، والمعنى سكان نفس المعنى. عندنا كده attention انتباه. كمان عندي forum يعني منتدى. كمان معانا participate الverb participate بمعنى يشارك. معانا كمان profession معناها مهنة أو وظيفة. معايا verb ونون rent verb بمعنى يستأجر، ونون بمعنى الإيجار، يستأجر وإيجار. عندي كمان جاب معناها ثغرة أو فجوة. كمان معايا homesick دي معناها إيه؟ معناها صفة بمعنى لديه حنين للوطن. لما أقول he is homesick يعني هو شخص لديه حنين للوطن، يعني لما بيسافر بره بلده طول الوقت نفسه يرجع تاني. homesick. بعد كده عندنا كلمة glossy معناها لامع. عندنا characterize ده verb بمعنى يميز. كمان معانا forum معناها منتدى. عندنا بعد كده verb tour معناه يتجول، الverb tour معناه يتجول. معانا كمان بعد كده mixture نعم بمعنى خليط. initiative معناها مبادرة، زي مبادرة حياة كريمة مثلا initiative. funeral معناها جنازة. كمان معايا سيوي دي اللهجة السيوية، لهجة ايه أهل سيوة. معايا كمان كلمة obelisk دي معناها مسلة، المسلات اللي هي موجودة من عصر الفراعنة زمان، وبتبقى موجودة في المتاحف، موجودة منها في المتاحف. عندي فيرب كمان معناها estimate فيرب معناه يقدر أو يحدد. معانا كمان figure noun بمعنى شكل أو ليها معنى كمان شخصية. كمان فيرب معايا extend معناه يمد أو يمتد. معانا كمان minority معناها أقلية، اللي عكسها majority الأغلبية. معانا represent يمثل أو ينوب عن، معايا كمان كلمة shape شكل أو يشكل. مع aspects معناها مناحي أو جوانب، يعني لو قلت لك aspects of life يعني معناها جوانب الحياة أو مناحي الحياة. كمان معايا adjective اسمها open minded متفتح العقل. عندي كلمة tombs وخلي بالي البي silent، tombs معناها مقابر. كمان معايا روزيتا ستون
روزيتا ستون يعني حجر رشيد، حجر رشيد. معايا كمان كلمة chopsticks. chopsticks اللي هي عيدان الأكل، زي الإيه؟ العيدان اللي الصينيين بياكلوا بيها. chopsticks. كمان معايا fascinating. fascinating دي adjective بمعنى رائع أو خلاب. كمان معايا كلمة fortunate. fortunate 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 معناها محظوظ. كمان معايا patriot. patriot patriot صفة بمعنى وطني. patriot patriot صفة بمعنى وطني. كمان معايا range. range بمعنى مدى أو نطاق، مدى أو نطاق. كمان معايا verb compare. compare يقارن. معانا كمان recipe. recipe وصفة طعام. date back. date back ودي اللي معناها يعود تاريخه إلى، يعود تاريخه إلى. وبكده يبقى خلصنا كلمات يونت 11، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات جديدة ملخصة عشان نلم أكبر قدر ممكن من المنهج بتاعنا، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.